في هنا مقولة عجبتني يا بامبينو، بتقول إن إحنا لو جبنا 3 كور كبار مستحيل يتجمعوا مع بعض في إيدك الاتنين. حاول كده يا بامبينو، كور كده يا مريم، ناوليني كده يا نسا مريم، ناوليني واحدة كده. أنا كنت تكبر وأشوفك إيه في إعدادي. أنا في تانية إعدادي. تانية إعدادي؟ ما شاء الله كبرت أهي. ابن ولاد الفنان دولت أنا ما بحبش أحتك بيه، مين زي أبوه. تقول حاجة يا بامبينو؟ لا لا لا، انا بقول ان انتوا كويسين زي ابوك. الناس كويسين جدا ولاد الفنان دول، ما تعرفوش بيعملوا فيا ايه. يا فنان، انا شلت كورتين اهو، اشيل بقى التالتة ازاي؟ لا يا فنان، طب اعمل ايه؟ انت جايبني اشيلهم عشان تضحك الناس عليا؟ انا نقص عليك. بص بقى يا بامبينو، الله ينور عليك، هو ده اللي كنت عايز اخليك تشوفه. الثلاث كور ما ينفعش نمسكهم في ايدينا ونحط عليهم حاجه كمان، ان هم كورتين ما ينفعش نحط كوره ثالثه. طب الثلاثه هيتجمعوا مع بعض ازاي؟ وفي حاجه عاوز اقولها لك. اول كوره لو اعتبرناها ان هي راحه البال، وتاني كوره اعتبرناها السعاده، والتالت كوره المفروض ان هي المال. الثلاثه دول هيتجمعوا زي مع بعض كده الاثنين، يعني انت ليك ايدين اثنين ماشي. خلي كده بقى السعاده على جنب دلوقتي. عارف ليه؟ هو في حاجة أصلا اسمها سعادة في الدنيا؟ طب هو ربنا وعدنا بيها؟ طب هي في الأحاديث وردت الأحاديث صحيح؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، بس مش في الدنيا، في الآخرة. وقال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، في الآخرة برضه. يعني السعادة موجودة بس بعد يوم القيامة. ومن هنا هنعرف إن السعادة مش موجودة في الدنيا. بس كمل بقى معايا، ما تفهمنيش غلط. يعني مش هناخد ولا تقربوا الصلاة وما نكملش الآية، مفيش سعادة. بس في حاجة اسمها طمأنينة. لو تتهنى في عيشتك اللي انت عايشها، ودي بقى بتيجي بالرضا والقناعة. عايزك يا بامبينو ما تفتكرش ان انت جيت الدنيا وانك هتحصل على الطمأنينة وراحة البال دي بالجسد بس. لا لا لا، ده انت هتاخد الراحة والطمأنينة دي من الروح. إذا اعتنيت بدينك وإذا اتقربت من ربنا. لو بصيت لواحد غني وعنده كتير من المال والذهب والعمارات وجسده خالي من الأمراض، لكن ما عندوش راحة البال. راحة البال مربوط بالله عز وجل. المال لا يصلح البال. طب ازاي يا جدع المال لا يصلح البال؟ حاجة يا فنان، ماشي انا ما كنتش فاهم رصيد مجاني يعني ايه يعني. مش عارف احنا نسينا ازاي. الا بذكر الله تطمئن القلوب. مش كفايه الكلمه دي لوحدها ان تطمن قلبنا وتفتح سرنا كده بالدين اللي هو فيه. كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انظروا لمن هو اسفل منكم وليس الاعلى. طب نبص الاول للنعم اللي عندك كده. انت دلوقتي بتشوف كويس، نعمه البصر فكرت فيها؟ لو هم دقيقة كده بامبينو 3 دقايق ومراتك وولادك حواليك، ده حتى الموبايل اللي انت شايله مش بتقدر تستغنى عنه مش هتشوفه. ازاي؟ الماتشات اللي بتروح على القهوة قبل الماتش بساعة يا بيت عشان تحجز مكان كويس، هتشوفه ازاي لو مفيش نعمة النظر دي؟ احنا كلنا بنروح الWC حمام وربنا مسهلها علينا والامور طبيعية. غيرنا الامور الطبيعيه دي مش موجوده عندك. هي دي مش نعمه من عند ربنا ان ربنا مسهل لك الامور والدوره والمعده والحاجات دي كلها وما عندكش اي مشكله. الميه اللي كل يوم بتفتح الحنفيه وتلاقيها في بيتك، هي دي مش نعمه من عند ربنا؟ لو قطعت الميه دي عنك يوم يا بامبينو تبقى عامل ازاي زي ما انت قلت لي قبل كده. بس في شيء تاني المفروض تتغذى منه الروح، كلنا عارفينه طبعا. يعني احنا لو اهتمينا بغذاء الجسد طول النهار وعملنا غذاء الروح بالليل مثلا، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لنا امراض نفسيه او ضيق اللي بيجي في السن اللي غالبا موجود فينا كلنا. يعني احنا لازم ندور على الشيء اللي يسعدنا. عايز تعيش سعيد؟ طب عرفني معنى السعاده الاول. بمعنى لما اقول عرفني
معنى الضلال أو الضالين على طول معروفة، اللي هم يعبدون الله بدون بصيرة ولا علم. لكن معنى السعادة اختلف فيه العلماء كتير، وده اللي هنفسره خلال الفيديو.